مش فاتحها صدق ملح، لازم يبقى معاك مفتاح، ما تكلمنيش لو مش معاك مفتاح. لا ده الموزمبيق كانت واخداه سلاح مداح وكان معاها المفتاح وعلى فكره يعني هو مصر اللي ادت لهم المفتاح، يعني هم مصر جت بعد 10 دقايق ربع ساعه كده زهقت وقالت لها موزمبيق صباح الخير خدي المفتاح، يعني ما كانش يعني الموزمبيق ما عملتش مجهود عشان تاخدها سلاح مداح ولا يبقى معاها مفتاح، يعني ما عملوش اي مجهود. وهنا يعني السؤال ليه يعني ليه منتخب مصر مانع الفرحه تخش التاكس؟ بجد والله العظيم يعني احنا بندور على اي حاجه، يعني اي حاجة يعني الدنيا مش ماشيه بظهرها، يعني ده ما فيش حاجه اوحش من العالم بيمر بيه الفتره دي، وخاصه المصريين وعايزين حاجه تبسطهم. وبعدين بعد ما عملوا لنا ايرور في دماغنا والشركات قال لك غير بدل القعده تتفك العقده، والناس قالت اللي بنتفائل بيه بنشجع فيه، وحصل اختلاف في طبقات الشعب المصري، ومع ذلك كلنا يعني قعدنا مع بعض كده ولمينا بعض وقلنا مفيش مشكله يا جماعه، شجعوا وشجعنا. احنا الناس النهارده في ضربة الجزاء يعني انقطعت الانفاس. نهنا ردي علي مش قادر اتنفس. يعني انا كنت بتفرج في نفس الوقت على يوتيوبر، 2 يوتيوبرز اخوات، الولد فقد النطق، اخوه بيقول له انت مالك في حاجه. فليه بتوصلونا لكده؟ يعني ليه بتوصلونا كمصريين لكده بجد؟ يا ريت بتوصلونا دايما ان احنا بندور على امل، يعني بنحاول ننكش على الفرحه بمنكاش. يعني قال لك الموزمبيق دي، وانا كنت من الرواد اللي قالوا الموضوع ده، انه كل ما بنلعب معاه في نفس المجموعه مصر بتاخد البطوله، تيجي الموزمبيق تبقى لحد الدقيقه 94 متفوقه عليك في المباراه الافتتاحيه في كاس الامم. ليه؟ ليه؟ فقال لك يا عيني الناس عشان تهون على نفسها قال لك يكونش بيحاولوا يكرروا سيناريو ميسي ويتغلب اول ماتش من السعوديه وبعدين ياخد كاس العالم، لا، ولا احنا عندنا ميسي ولا احنا الارجنتين. فليه؟ والله بجد يا جماعه السؤال هنا ليه؟ يعني حاجه تانية من يعني سيبكم من كل ده، حد يقول لي هو زيزو ماله؟ يعني هو زيزو مديون يعني او في حاله اكتئاب مزمن؟ يعني هما بياخدوه بيخطفوه يودوه معسكر المنتخب ولا ايه؟ لو هو مش عايز يلعب خلاص في اوبشنز تانية يعني، او مش لازم. حاجة تانية برضو يعني معروف ان منتخب مصر ده دفاع صلد وصخرة الدفاع وائل جمعة وابراهيم سعيد فقال لك احنا دايما عندنا مشكلة في الهجوم، وده حقيقي ما بنختلفش مع ذلك، ولكن ليه يعني اصلح الجاكيتة البنطلون يضرب؟ يعني السنة اللي فاتت محمد عبد المنعم احسن مدافع في افريقيا، السنة دي ما عنديش فكرة هو ومحمد حمدي يعني كانوا بيدخلوا اجوان، او يعني معرفش هما كانوا ايه اللي حصل، يعني اما دول اتبدلوا ودول ناس تاني. محمد عبد المنعم يعني بعد كاس العالم قال لك انا ما العبش في افريقيا، يعني انا مستواي اعلى من افريقيا او حاجه، يعني حد يشرح لنا برضو ايه اللي حصل في الدفاع يعني لو سمحتوا، لانه ما هذا يعني الجون الاولاني بتاع موزمبيق مفاجاه وبتاع، والراجل يعني ركنها ركنه صعبه قوي، لكن الانفراد التاني بعدها بدقيقه او اقل انفراد وسايبينه. هو ده بقى السداح مداح، يعني ده كان سداح مداح، وكان معاهم مفاتيح بقى مش مفتاح يعني. حد يرد عليا، وايه الخطه دي يا فيتوريا؟ ايه ده؟ يعني انا في وقت قلت يا عم دي لا مركزيه دي، ده فيلومينينسي ده ولا ايه اللي بيحصل معانا؟ ليه؟ ليه؟ يعني بيقول لك الخطة اللي شغالة ما تبوظهاش، واحنا وصلنا للنهائي المرة اللي فاتت، وصلنا لنهائي كأس الأمم كنا على بعد ضربة جزاء من النجمة التامنة. بنلعب في التشكيلة ليه؟ بدون سبب بجد. يعني يا جماعة رأفة بالمصريين، نفسنا نفرح، بليز بليز كوباية بسكويت،
يعني نتمنى ان دي تبقى، ان مصر ادائها طول عمره تصاعدي، وان دي زي ماتش نيجيريا البطولة اللي فاتت، وربنا يكرمنا ونمشي كويس في الباقي. ولو ان دي كانت 3 نقط مضمونة، 3 نقط مضمونة يعني. مصر تطوعت وتبرعت بنقطتين للموزمبيق. يعني في ايه؟ لا والله في ايه؟ الناس اللي كانت فعلا واقعية وشايفة ان مصر ممكن تبقى تانية المجموعة دي كانت ناس بجد بتفهم. روي فيتوريا، ركز، ابوس ايدك. سلام.